السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم البنات ديال زمان مع سهام. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غدا نحضر معكم الرغيف معمرين في الفران بواحد الحشوه لذيذه، وكيجيو بنان بواحد التقرميشه، يعني العجينه كتجي رقيقه ومقرمشه معانا كيف ما شفتوا معايا. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وكما العاده الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وتعليق زوين، والاول مره زار قناتي وعجباتو ما ينساش يشترك في القناه وفعل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. غنبداو على بركه الله. عندي كيلو لاروب ديال الفورص، زلافه صغيره ديال الفينو، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السنيده، وشويه ديال الخميره ديال الخبز، غير شويه. غنحتاج نص خماره. عندي هنايا الزيت غنحتاج واحد 2 المعالق، ورشه ديال الخل، يعني معلقه صغيره ديال او كبيره عفوا ديال الخل، والماء دافي باش غنجمعوا العجين. صافي هنايا غادا نبدا باش نعجن. غادا ندير الملحه مع الخميره والسنيده، نص خماره، 2 المعالق ديال الزيت، واحد المعلقه كبيره ديال الخل باش كتعطينا هذيك كيجي هش، ما كيجيناش قاصح في العضه. صافي، والماء دافي باش غدا نعجن. صافي دابا غدا نعجن العجينه عادي تكون شويه مطلوقه. صافي من بعد ما جمعت العجينه كيف ما شفتوا كتبقى شويه مطلوقه، ما كنقصحوهاش بزاف. صافي كندلكها على هذا الشكل، غير شي شويه ماشي بزاف. صافي هنا من بعد ما تجمعت ليا العجينه ودلكتها شويه كندهنها بالزيت. صافي هنا من بعد ما دهنتها بالزيت غدا نغطيها بالسلوفان ولا شي بلاستيكه. صافي غدا نخليها ترتاح. قد ما ارتاحت معنا العجينه كتعطينا الطوع وما كتعذبناش في الخدمه. هنا غنغطيها بالطبق، داكشي ديال زمان. هنا غدا ندوز الحشوه في واحد المقله. عندي البصله والفلفله الوان، ديروا الكميه نتوما اللي غادي تحتاجوا. غدا ندير شويه ديال الزيت، تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، مع الملحه وشويه ديال البزار. صافي هنا كنخلي هاد الشيء يعني طايح ليا هذيك البصله وهذيك الفلفله. من بعد ما تشحرات ليا الفلفله والبصله شويه غادا نزيد واحد الخيزو محكوك على هذا الشكل. من بعد ما هذاك الخيزو صافي حتى هو يعني بدا كيدخلو طيب، غادا ندير واحد 250 غرام ديال الكفته. كنضغط عليها بحال هكا بالمعلقه باش تفرتت معايا ما تبقاش كتله واحده. يمكن لكم ديروا الكفته ديال اللدن، نتوما لكم الاختيار. يمكن لكم ديروا حتى الطون، حتى طيب لهاد المكونات عاد ديروا الطون كيجي بنين. انا غادا ندوز باش غادا ندير العطريه. غادا ندير التحميره والخرقوم، تقريبا واحد المعلقه كبيره ما عامراش. ما كنديرش العطريه في الاول باش ما كتحرقش ليا. هنايا غادا نزيد واحد نص دامه ديال الزعفران. صافي هنا غادا نزيد واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، ومعلقه راس معلقه ديال الهريسه كتبقى اختياريه على حساب الذوق. هنا عندي واحد 2 القطع ديال الشعريه الصينيه او الشعريه ديال الروز. غنخوي عليها الماء طيب ونخليها تطلق. من بعد ما طلقات صافي كنقطعها بالمقص باش ما تجينيش طويله، وكنزيدها على باقي المكونات. هنا غادي نزيد واحد رشه صغيره ديال الصوجه اختياريه، كتعطي مذاق زوين، انا كتعجبني. صافي غدا نخلط المكونات على هذا الشكل وغنخليهم يبردوا تماما. صافي هنايا غدا ندوز باش نكول يعني نشكل المسمن عفوا. كيف ما شفتوا غدا يعني العجينه
طايعه يعني مرخوفه معايا كيفما شفتوا كيما كتمشي معايا بسهوله. غادي نشكل على شكل كرات كبار يعني كريات كبار. صافي كيفما شفتوا درت انا تقريبا جاوني شي سبعة وحده صغيره. صافي غادا نغطيهم باش ما يضربهمش البرد ويمرضوا ليا. صافي هنا غادا ناخذ العجينه الاولى اللي غتكون طلقات، هي اصلا مرتاحه العجينه حتى عجينتها هي الاولى. صافي كنطلقها على هذا الشكل غير بالزيت، ما كندير لا زبده لا حتى شي حاجه. صافي كيفما شفتوا طلقتها مزيان ورقتها حتى ولا كيبان ليا مع السطح ديال العمل. صافي كنشكل على هذا الشكل الرغيف عادي. صافي كيفما كتشوفوا معايا يعني كل شيء موضح في الفيديو. صافي حتى غادا نشكل العجينه كامله اللي عندي ونرجع معاكم. صافي هنا من بعد ما شكلت العجينه كامله غادا نغطيها بالبلاستيكه وفي هاد المرحله غندير الفران يسخن مزيان. بالنسبه لي انا طيبته في الفران ديال الكهرباء مشعله عليه الفوق والتحت. صافي كناخذ الرغيفه الاولى كنطلقها وكنقرصها مزيان على هذا الشكل، ما كنخليهاش يعني غليظه. كناخذ السكين كنقسمها على 4. هاد الطريقه كتجينا سهله. صافي كناخذ هذيك العماره كنعمر بها في الوسط. يعني كتجينا هاد العمليه سهله، ما كتعذبناش لا في الخدمه، ما كتشدش لينا زعما حتى اليد او الوقت. صافي هنا عندي فرماج مربع ديال ساندويتش. صافي كنقسم كل فرماجه على 4 وكنديرها فوق الحشوه. صافي كنجمع الاطراف على هذا الشكل كيف شفتوا الشكل موضح في الفيديو، وكندير الزيتونه من الفوق باش ما كتحلش معانا في الفران. صافي كما شفتوا كنجمع الجوانب اللي زعما اللي مقابلين مع بعضياتهم باش كيجي الشكل زوين على هذا الشكل كيف شفتوا. صافي هنا غدا يعني نكمل الكميه كامله. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه ووضعتها في اللاطه اللي غتدخل الفران، هنا باش غنبدا ندهن عندي بيضه كامله مع قطرات ديال الصوجه. صافي هنا غدا ندهن المسمن باش كيجي مذهب واحد اللوين زوين وما كيعذبناش في الطياب، يعني بسرعه كيطيب معانا. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن او عفوا او الرغيف. كيجي على هذا الشكل، كيجي يعني العجينه يعني ما كتجيش غليظه نهائيا، كيجي زوين وبنين كما شفتوا غير الشكل ديالو كيشهي. والان وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.